السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادي الاتحاد السكندري في كرة السلة عمل ريمونتادا عالمية أمام النادي الأهلي. بجد مباراة ولا أحسن ولا أروع. كانت المباراة الثالثة كده 2-1 لصالح نادي الاتحاد في المباريات مرحلة البلاي أوف ذا بيست 5. المرحلة الأخيرة في الدوري السوبر خلاص بتنتهي، أو يعني بتقترب من الانتهاء. يعني خلاص بنفنش الدوري خلاص بين الاتحاد والأهلي. الاتحاد عايز مباراة واحدة عشان يتوج بالدوري، والأهلي عايز مباراتين. الاتحاد السكندري طول اللقاء خسران، الشوط الأول الشوط الثاني، أو الفترة الأولى والفترة الثانية الفترة الثالثة الفترة الرابعة يا دوبك بدأ يتعادل، وراح الأهلي راجع تاني، راح الاتحاد راجع، داكسن الدنيا خالص. المحترف بتاع الاتحاد السكندري الاتحاد يقترب من الفوز بدوري السوبر لكرة السلة. في الآخر وفي الأول، وهي بص يعني فكرة، والفكرة ما بتموتش. اسلام الشاطر طلع على قناه الاهلي بيقول لك الحكام كان لهم دور كبير، الحكام الاجانب. مش عارف، مع ان الحكام الاجانب دول يعني يكاد يكون التحكيم بتاعهم صور السوبر. مش عاوز اطول عليكم، لكن بجد اللي شاف المباراه الحكام زي ما بتدي هنا بتدي هنا، زي ما بتحكم هنا بتحكم هنا، بل بالعكس ده كان في ضرب بزياده شويه كده من جانب لاعبي النادي الاهلي. كانوا بحس ان في مصارعه. ايهاب امين ضرب لاعب الاتحاد السكندري بالكوع في زوره، لاعب تاني وقع انس اسامه على دراعه، حكايات كده. المهم كمان يومين هيلعبوا المباراه اللي ممكن تكون الاخيره في حاله فوز الاتحاد السكندري وفرحه الاستاذ محمد مصلحي رئيس الاتحاد السكندري. اهلا بكم مع اسلام ابو مازن، اهلا بكل جمهورنا العزيز. يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. النهارده كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم الزملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم فضلا وليس امرا. دوس لايك نبدا اخبارنا النهارده. وبجد والله قبل ما اتكلم عن موضوع بن شرقي، محمود تريزيجيه محترم، محترم من يومه، ولا بتاع شو ولا بتاع ترندات ولا بتاع تأليس ولا بتاع افيهات. لا لا لا، ملتزم، والملتزم ربنا بيكرمه. طلع من شويه بيقول لك انا بصحى الصبح بقرا ورد القران بتاعي، ما بروحش لدكاتره نفسيين ولا حاجات من دي خالص. انا قريب من ربنا، مش مركز غير في حاجتين في الحياه العمليه بالنسبه له، اللي هي كره القدم، ملوش بيزنس اخر، وفي الحياه الاسريه مركز مع اسرته وبس. يعني ولا بيمشي كده ولا كده يعني. ده محمود تريزيجيه. مع اختلافنا ان احنا مثلا وانتماءاتنا، ان انت زملكاوي وده زملكاوي وانا زملكاوي وده اهلاوي، لكن لما بيبقى حد محترم سواء زملكاوي اهلاوي اسماعيلاوي بنشيله فوق راس وبنفتخر بيه، لان في الاول وفي الاخر كلنا مصريين. يا ريت في ناس كتير من عينه تريزيجيه، من عينه محمد عبد الشافي بقى اللي ما بيقارنش بحد خالص، يعني من العينات المحترمه الجميله دي، مش عينه فلان وعلان وعلان. المهم اشرف بن شرقي رايح ولا جاي؟ وايه حكايه العروض والكلام اللي بيتقال؟ هقول لك موجز بسيط عن موضوع اشرف بن شرقي عشان احط لك النقط على الحروف. اشرف بن شرقي نادي الزمالك عايزه، محتاجينه، تمام. هو مش ممانع في المجيء لنادي الزمالك، لكن هقول كلمتين لاشرف بن شرقي بخصوص العرض المادي اللي نادي الزمالك قدمه لاشرف بن شرقي، واللي فيه تحفظ عليه من جانب وكيله اللي هو اخوه رشيد بن شرقي، اخو اشرف بن شرقي. لو اللي انت طالبه يا اشرف او اخوك طالبه فوق استطاعه نادي الزمالك، يبقى خلاص يا ابن الحلال، بنتمنى لك التوفيق وربنا يوفقك فيما هو قادم. مش هنلوم عليك، الناس كتير بتختار الفلوس، لكن اذا اخترت حب جمهور نادي الزمالك واخترت نادي الزمالك اللي عمل اشرف بن شرقي تاني وقعده للحياه الكرويه بعد ما كانت ناسا وراح السعوديه وراح فرنسا والدنيا معاه مش متظبطه وكانت ناسا، وما راحش المنتخب غير لما كان في نادي الزمالك. لو انت شاري الزمالك احنا شاريينك وعايزينك، لكن انت لو عايز الفلوس يا سيدي الله يسهل لك وبدون زعل، وبدون زعل، لان الزمالك صعب يدفع ارقام كبيره. يعني الزمالك هقول لك حاجه، الزمالك بقدر المستطاع يقدر يدفع 1,500,000 دولار. بقوا 600 ماشي، بقوا 700 ماشي، دخلنا على الاثنين، عدينا الاثنين، لا. دي حكايه اشرف بن شرقي، بس عشان ما اطولش عليك برضه. النهارده نزلوا تدريبات نادي الزمالك اثنين من ناشئي نادي الزمالك مواليد 2003، احمد رفاعي ومحمد صلاح. محمد صلاح كان عنده اصابه في الركبه خفيفه، كان غايب عن التمرينات اللي فاتت، نزل التمرينات تاني. احمد رفاعي كان عنده شد عضلي
والحمد لله برضه بقى تمام، فنزلوا التدريبات. جوميز مبسوط جدا بشيكابالا والونش عشان خاطر انهم بيتاهلوا بجديه جامده جدا عشان عايزين يرجعوا مره اخرى للمباريات في اسرع وقت ممكن. لكن محمود حمدي الونش مش عاوز يستعجل، مش عايز يستعجل. كمان بخصوص الكلام اللي بيتقال ان ميكالي اللي هو المدير الفني للمنتخب الاولمبي عايز محمد عبد المنعم وامام عاشور من النادي الاهلي، احد اعضاء مجلس اتحاد الكوره المصري نفى هذا الكلام تماما، مع اني واثق ان هو عاوز الاثنين دول، لكن بيقولوا لا احنا ما طلبناش ده لسه وما خطبناش الاهلي. ومحمد صلاح بيقول لك لو هيطولوا يجيبوا محمد صلاح هيجيبوه، لكن صدقني لو جبت امام عاشور يبقى انت خسرت نفر بالبلدي كده، نفر. انت عندك في وسط الملعب محمود صابر، عندك زياد كمال، وكمان عندك عمر الساعي. انت عندك كوكبه في وسط الملعب ما تخسرهاش بلاعب مش هيفيدك او في زيه في الملعب. بس دي نصيحه عشان الاولمبياد باريس. منتخبنا كان بيلعب امبارح، المنتخب الاولمبي كسب كوت ديفوار 2-1، احرز الهدفين محمود صابر اللي انا كنت اتمنى انه يجي نادي الزمالك، لكن للاسف ما بيجيش الزمالك، لا ده كمان ما بيلعبش في نادي بيراميدز. صنع له هدف رائع محمد شحاته، ومن هنا بنتكلم وبنقول محمد شحاته الحقوا خلصوه قبل فوات الاوان. كابتن حسين لبيب من فتره اتكلم وقال ان محمد شحاته اعتبروه خلاص فعلنا العقد بتاعه او بند الشراء. طيب لسه الى الان ليه يا كابتن حسين؟ لسه لغايه دلوقتي متاخرين ليه؟ انا معرفش لحد دلوقتي سبب التاخير ايه. طيب تعالوا برضو ندخل على الخبر التالي معانا، و بخصوص الاستاد اللي هيتلعب عليه السوبر الافريقي ان شاء الله، اللي لسه ما تحددش يا ترى شهر 7 او شهر 9. منتخب اتحاد الكرة طلب ان هو يتلعب في مصر، ولو اتلعب في مصر هيتلعب على استاد العاصمة الإدارية. انا بتمناه يتلعب في مصر، مش عاوزه يتلعب في اي بلد اخرى، انا عايزه في مصر. يا ريت يبقى في مصر عشان ما نحرمش الجمهور الكبير ده من الفرجة بالمباراة اللي هتبقى ممتعة جدا جدا جدا. عايز اقول لك حاجة أخيرة بقى عشان انهي معاك. كابتن احمد شوبير بيقول لك بن شرقي مش هو بن شرقي بتاع الاول. بن شرقي لو جه هيطلب فلوس كتير او هياخد فلوس كتير والزمالك في غنى عن ده كله، فانا ما رجحش بن شرقي للزمالك. طيب هو انت ليه حضرتك ما اتكلمتش على صفقه مودست قبل ما يجي؟ سنه كبير وجاي ومخلص، ليه ما لحقتش نقصت الاهلي؟ طيب هو انت ليه حضرتك برضو ما اتكلمتش على صفقه احمد القندوسي اللي هو نجم النجوم وكل رافض ان هو يرجع تاني؟ هو انت ليه بتتكلم في حاجات لنادي الزمالك؟ يعني احنا بنتمنى ان احنا نجيب فلوس اشرف بن شرقي ويجي، نتمنى ان الفلوس تبقى وجهات النظر متقربه من ناحيه الفلوس، لكن انت مش عايز اشرف بن شرقي يجي الزمالك عشان انت عارف لما اشرف بن شرقي بيبقى متواجد في فريق الزمالك بيبقى الخط الامامي لنادي الزمالك عامل ازاي. بس فمش عايز اطول عليكم. موضوع التغييرات الوزاريه، ان وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي هيمشي ويجي مكانه دكتور احمد الشيخ، لسه الكلام ما تمش رسميا. هل يا ترى مؤكد بنسبه 100%؟ لا لسه، ممكن يحصل ممكن يحصل، لكن الى الان رسميا ما فيش حاجه حصلت رسميا لسه. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قدم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.